انا كده هجيب الخضار من تحت وهاجي اروق البيت الاول، وبعدين اعمل الاكل، وبعدين كده كتير قوي، انا مش هلحق اخلص اي حاجة. ايه ده يا مروه، انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس برتب دماغي عشان العزومة اللي جاية دي، بس شكلي كده مش هلحق لان الوقت قليل قوي. وليه تعملي كل حاجه لوحدك؟ ما توزعي المهام على كل واحد. لا يا سيدي، دول اطفال، انا هخليهم يشيلوا الهم معايا ليه؟ لا طبعا، ما خليهمش يعملوا معايا حاجة. انا ان شاء الله ربنا هيقدرني وهقدر اعمل كل حاجة لوحدي. انت فكره ان دي حنيه عليهم؟ لازم تدربيهم ان هم يشيلوا مسؤوليه عشان يعتمدوا على نفسهم، وعشان كمان ما يبقاش الحمل عليكي كله، ويتعودوا ان ده طبيعي. مش انت شايله كل حاجه والباقي مكبر دماغه؟ ياه، دول هيدوخوني ويغلبوني، انا ناقصة اعمل انا كل حاجة وخلاص؟ ده انا على بال ما بقول لهم اعملوا حاجة بيطلع عين. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، انت بتربيهم على نمط حياه معين، والموضوع محتاج صبر، واحده واحده معاهم لغايه ما ينفذوا اللي انت عايزاه. ماشي يا سيدي، اما اجرب، ربنا يهديهم يا رب. بصي بقى يا ميرو حبيبتي، انا عايزاكي في موضوع مهم. ايوه يا ماما، في ايه؟ طبعا انتي عارفة العزومة اللي جاية اللي عازمين فيها العيلة كلها، وطبعا ما ينفعش ان انا اعمل كل حاجة، هيبقى مجهود شاق عليا ومش هعرف اقابل الناس بالصورة كويسة. معلش يا ماما، ربنا يقويكي. يا حبيبتي ربنا يقوينا كلنا، ما هو مطلوب منك تساعديني انتي واخوكي، ولا هعمل كل حاجة لوحدي؟ يا ماما، ما انت على طول بتعملي كل حاجة لوحدك. بصي يا حبيبتي، بابا هيساعدني، هيجيب لي الخضار من تحت والطلبات اللي انا هطلبها، وانتي هتساعديني في تنظيف الخضار وتحضير الحاجة، واحمد هيروق البيت. ها ايه رأيك؟ ولا تحبي تعملي حاجة تانية؟ وانا يا ماما مش حابة اعمل حاجة. ما ينفعش يا ميرو، ما يبقاش ليكي دور، كل واحد في البيت له دور. زي ما بقوم بمسؤولياتي تجاهكم لازم تقوموا بمسؤولياتكم يا حبيبتي. ما ينفعش تتملصي من مسؤولياتك، هتبقى مبدأ في حياتك. بعد كده هتكبري وهتتجوزي وهتشيلي مسؤولية، لازم تتدربي على المسؤولية من دلوقتي. مفيش حاجة اسمها مش حابة، هو في حد في الدنيا بيحب يشيل مسؤولية؟ دي حاجة بتتفرض عليكي، ولازم تبقي قد المسؤولية. حاضر يا ماما، هساعدك في غسيل الخضار وتشطيب المطبخ. ماشي يا حبيبتي، ربنا يهديك يا رب ويبارك فيكي. اما ادخل بقى اكلم احمد، ربنا يهديه هو كمان. تعالى يا احمد، عايزاك. ايوه يا ماما، في حاجة؟ ايوه حبيبي، في حاجة. دلوقتي العزومة اللي جاية دي كل واحد فينا هيعمل حاجة علشان ما فيش حد فينا يتعب، لازم مسؤوليات تتوزع علينا كلنا. وانا مالي يا ماما ومال العزومة؟ يعني ايه مالك ومال العزومة؟ مش ناوي تساعدنا ولا ايه؟ ماشي يا ماما، هساعدكم واكل معاكم. لا يا حبيبي، ما انت هتاكل معانا وهتساعدنا برضو، لازم يبقى ليك دور. ان شاء الله انت هتعمل البيت وميرو هتبقى معايا في المطبخ. ترويق بيت ايه ده؟ شغل الستات. لا يا احمد، المسؤوليات دي من مهام الرجال، ومن الرجولة ان انت لما تلاقينا محتاجين مساعدتك يبقى لازم تساعدنا، مش تقول ده شغل ستات وانا مالي وهساعدكوا وهاكل. لا يا احمد، ما احبكش تبقى كده، وما احبكش تهزر في الجد. ماشي يا ماما، بس خلي ميرو تساعدني. هي ميرو مش هتبقى فاضية، بس ما تقلقش، انا هقولك تعمل ايه بالظبط. ماشي يا ماما، حاضر.